بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده من كوره حافظ، وهو البرنامج بمحتواه الجديد. محتواه باذن الله هيكون في بعض التجديدات الفتره اللي جايه. هو اوريدي البرنامج جديد، ولكن هيكون في تجديدات تانية الفتره اللي جايه. ولكن عزيزي المشاهد، يجب عليك ان تعلم انه من لحظات انتهت مباراه ريال مدريد امام اتلتيكو مدريد بفوز. هي صعب عليا والله العظيم ان انا اقول ريال مدريد اللي فاز، صعب والله، ولكن فازت بعد عناء طويل جدا كان موجود، سواء من اتلتيكو او من ريال مدريد. يا رب الاثنين يتحرقوا في جاز وسخ، مش مشكله. ولكن اللي انا عاوز اقوله انه قسما بالله ده مش فريق كرة قدم، دول مجرمين وبيلعبوا كورة. معاهم رئيس نادي قسما بالله سفاح بمعنى الكلمة، عشان اجيبها لك من الاخر. فالنهارده مباراة تتلعب الساعة 10، الناس كلها كانت صايمة. افطر، صلي التراويح بتاعتك، يلا اتفرج على المباراة. يا رب الريال يخسر. الناس بتدعي في التراويح يا باشا يا رب الريال يخسر، عادي جدا، سهلة بسيطة، يخسر، ايه المشكلة يعني؟ ولكن عزيزي المشاهد، ريال مدريد دوري الابطال ما يخسرش. ريال مدريد الدوري يخسر عادي جدا، بسيطه وسهله. ريال مدريد ده اللي بيلعب في دوري الابطال، ده اللي موجود في الفرقه دي، اللي بيلعب في اللعيبه دي، ممكن تخسر في الدوري عادي، بسيطه جدا سهله، ايه المشكله يعني؟ ولكن تيجي عند دوري الابطال لا، حرام، كخه يا بيه. فالنهارده مباراه، انت النهارده بتشوف جوليان الفاريز بيسجل هدف قسما بالله احسنها لاعب فيك يا عالم مسجله. كوره بيعدي من واحد في الثاني، تسديده بعيده جدا تروح في المقص في ال90 فوق، فيبقى التعادل 1-1. تدخل اللعيبه في الوقت اللي خلاص الشوط الاول انتهى، قلنا كلنا ايه؟ اصل دي قمه مدريد بتاعه العاصمه مع قمه مدريد بتاعه الناس دي. فخلاص بقى، خلاص الماتش هينتهي يعني. الماتش الشوط الاول انتهى، هننزل الشوط الثاني، اصل ده متحفظ، اصل ده هيموت، اصل ده هيخسر، اصل ده لو انا هاجمت هخسر. ننزل الشوط الثاني كل واحد بيدافع وكل واحد بيخلص الوقت بتاعه علشان نطلع من الملعب، وكلنا واخدين ايه؟ نفس الحاجه وماشيين يا باشا. توكل على الله، ايه المشكله يعني؟ بتخسر يا باشا ولا التعادل، ايه المشكله؟ فيجي الدقيقه 54، ابراهيم دياز قال لك انت سجلت الفاريز في المرمى ده؟ قال له اه. في الجون ده؟ قال له اه. في الزاويه دي؟ قال له اه. قال له طب هسجل نفس الهدف بتاعك اهي. بيعدي من واحد والتاني بنفس الزاويه من نفس المنطقه، بيشوطها في الزاويه البعيده، تسكن الزاويه التي يسكنها الشيطان بمعنى الكلمه كده.